بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك واحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنورين، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي لبعض الاول ونقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وفك كرب كل مكروب، واصلح لنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا النهارده نخلي الليفت، وان شاء الله الفيديو الجاي هننزل الزيتون باذن الله، يعني من غير مقاطعه، يعني ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. والله كان نفسي انزل لكم فيديو امبارح، بس الحمد لله قدر الله مش فعل. هنا زي ما انتم شايفين بقى انا بمسك اللفتايه. اللفت اصلا هو اصلا صغنون بس طري وجميل. هنا زي ما انتم شايفين بنضفه، بيبقى عليه زي شعيرات كده بنضفه، واي طينه بقى واي حاجه بمسكه انضفه، وبعدين اخرطه وبعدين نغسله. هنشوف، بس هعمل معاكم كده بقول لكم ان انا نضفت واحده وامسكه خرطه عادي. عايزه تخرطيه بالسكينه العاديه، عايزه تخرطيه بالسكينه المشرشره، بس انا عشان الموضوع يعني كان كتير ما شاء الله، كنت جايبه كميه فاللهم بارك، يعني مش اكيد مش هعرف اقطعه وانا واقفه. المهم مسكته نضفته وقطعته وروقته. عايزه تعملي صوابع، عايزه تعملي مكعبات، عايزه تاخدي الروس اللي هي العروق دي براحتك، العروق دي بتبقى جميل براحتك، لكن مطلق الحريه. نقعته وغسلته ونضفته زي ما انتم شايفينه كده ابيض فل شمعه منوره. اهم حاجه لما تيجي تنقي البتاع تك عليه كده الاقيه طري مش ناشف، عشان بيبقى فيه شايخ. الشيخ ده سبحان الله اللفت ده عامل شكل الاسفنج. طيب انا هنا غسلته ونضفته، وبعدين صفيت الميه اللي عليه وجبته. هعمل ايه بقى؟ هجيب ملح، كميه ملح حلوه كده، كبشه ملح حلوه كده، واقوم لفه اللفت دي فيه واسيبه نص ساعه. وحطيت عليه كمان حته هرسه شطه، عايزه بقى تضيفها هنا براحتك، عايزه تضيفها في البرطمان براحتك. المهم ان انت تلفيه في قلب الملح زي ما انت شفت كده. انا بسيبه نص ساعه، عايزه تسيبيه ساعه براحتك. اللفت ده عامل شبه البتنجان، لما انت تيجي ترش على البتنجان ملح كده يقوم منزل الميه اللي فيه، لان زي ما قلت لكم ان هو عامل زي الاسفنج، عشان ما يشربش كمان الميه اللي انت مخللاه فيها او الملح واتنفخ كده ويبقى يعني ينعم بسرعه. لازم تعملي الحته دي، لازم تلفيه في ملح وتسيبيه شويه. انا بقول لكم كان ورايا شويه شغل في المطبخ، سبته تقريبا نص ساعه كده، ساعه الا ربع تقريبا. يعني شوفوا كميه الميه اللي نازله منه. هو انا ما حطيتش عليه ميه والله، هو اللي نزل الميه ده. ليه الميه دي بقى اما بتنزل بتخليه حلو؟ لان بعد كده هو ما بيشربش الميه اللي انت محدقه فيها بالملح، فبيفضل بالقرمشه بتاعته، بيفضل يخرش. ليه؟ لانه هو نزل اساسا، ما خلاص هو نزل نسبه الميه اللي فيه. تمام. اهم حاجه في الليفت لما تيجي تخليه لازم تحطي عليه ملح، يا اما بقى عندك مصفى كبيره تحطوها ينزل الميه تحت المصفى. انما بما ان المصفى ما كانتش هتاخده فانا سبته في البلاستيكيه، هو اصلا نزل اهو. والله انا ما حطيتش عليه ميه خالص، دي الميه اللي نازله منه هو. انا بقول لكم نفس قصه البتنجان بالظبط. لو انت بتقلي بتنجان ورشيتي عليه ميه هتلاقيه منزل الميه، عشان احنا بنقول ما يشربش الزيت ده بقى، ما يشربش الميه المالحه فيطرى معاك عشان يحافظ على القرمشه بتاعته. هنا بقى خلاص عبيته في البرطمانات بتاعته. من اسهل التخليلات، عامه المخللات كلها سهله. طيب ايه تاني؟ حطيت معلقه سكر كبيره في الميه. المفروض لو انت مش عارفه زي انا بعرف من حدق الميه، انا مج الميه بتاع الشاي، يعني مج الشاي اللي عندك في المطبخ ده بياخد معلقه بتاعه الاكل ملح. لو انت عايزه تعملي المخلل مظبوط ويطلع معاكي مظبوط، هتجيبي المج بتاع الشاي وتعايري مثلا، هقول مثلا 7 كوبايات ميه ب7 معالق ملح، مش من بتاعه الشاي، لا بتاعه الاكل. وبعدين تحطي معلقه سكر كبيره، وبعدين تحطي كمان 3-4 معالق خل، وبعدين تقومي بقى مقلباهم كويس قوي وزاقيه المخلل بتاعك. عايزه اقول لك هتاكلي احلى مخلل. طب انا عايزه احمر قوي يا نوره زي اللي بيجي في المحلات كده واشوف الميه بتاعته، خد حته بنجر. انا طلعت البنجر من الفريزر حطيته في قلب المخلل على طول. خد انت البنجر بشويه ميه بملح واضربوهم في الخلاط، هتلاقيه احمر موميا، يعني فاهماني؟ فانت بقى تبع ما انت عايزه. هنا انا عملت العلبه دي الاول، وبعدين هعمل البرطمان التاني حطيت له الملح. انا بدوق الملح بعرف، يعني مثلا لما بيكون حادق بتاع شويه. يعني لو انت عايزه تظبطي بالظبط وما ترجعيش تحطي ملح تاني، زي ما قلت لك مج الميه بتاعي او مج الشاي اللي عندك في المطبخ حطي عليه معلقه ملح، هيطلع معاكي مظبوط. وعلى البرطمان ده كله حطي معلقه سكر وحطي بقى برضك 2-3 خل كده، يعني ما تكتريش برضه. وهنا زي ما انتم شايفين المخلل بتاعنا بقى زي الفل اهو. نكبس بقى
والحمد لله، اللهم لا تدم علينا نعمة يا رب. حاجة سهلة وبسيطة والله العظيم، بفضل مقرمش معاكي وزي الفل. اسبوع من 5 6 ايام لاسبوع يعني كده، اسبوع بالظبط هتاكلي منه، ويمكن اقل كمان والله. لو انت ظابطه ملح هتاكليه على طول، يعني 4 ايام كده وتاكلي منه. وهنا زي ما انتوا شايفين انا حطيت البنجر من الفريزر على طول، لان انا عندي في الفريزر، والبنجر مش وحش يعني، اساسا البنجر صحي يعني. ودي المخلل بتاعنا. اتمنى لكم ايام سعيده يا رب، يكون عند حسن ظنكم. استنوني الفيديو الجاي في حاجه تانية. ما تنسوش اختكم في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ربنا يجعل ايامكم كلها سعيده وهنا يا رب العالمين. واستنوني في فيديو قادم ان شاء الله. اتمنى لكم احلى ايام. مع السلامه.